اكتر حاجة تندم عليها في حياتك لما تبدأ انت تختار حاجة، والحاجة اللي انت اخترتها دي اخترتها ما فيش حد جبرك عليها، بس بعدين تندم بانك انت اخترتها. يعني ابسط مثال، هطبق مثال على نفسي انا علشان انا ما اطبقش مثال على اي حد، هطبقه على نفسي. تعالى نفترض مثلا بان ربنا كرمني وخلاص ارتبطت ببنت وخطبتها والدنيا حلوة، مع اني انا مش لاقي اكل، بس خليك مكمل معايا في المثال. ارتبطت بالبت وخطبتها والدنيا حلوه، وفي بدايه الخطوبه ازيك يا حبيبي، ازيك يا حبيبتي، مساء الفراوله، حب لك اولى، مساء الاناناس على اغلى ناس، وكلام حب كتير ومحن كتير. بس مع مرور الايام اكتشفت ان انا الحب اللي كان في بدايه الخطوبه من ناحيتها بدا يقل، التقدير من ناحيتها بدا يقل، بقت مش مهتمه زي الاول. مع ان انت لما تيجي تسالني انت خطبتها ليه اقول لك ما اعرفش، طب انت بتحبها ليه اقول لك ما اعرفش. علشان بابسط المثال الحب عامل زي لغز ملهوش حل. يعني ايه تيجي تسال يا حبيب يا حبيب انت بتحب ليه حبيبك، يقول لك ما اعرفش، انا بحبه من رغم ان هو نكد، من رغم ان هو مش معاه فلوس، من رغم ان هو فقري، بس انا بحبه. ملوش حل، عامل زي اللغز ما فيش حد يقدر يحله. المهم بعد مرور الايام اكتشفت قله التقدير وقله الاهتمام من ناحيتها. فبعدين اكتشفت ان هي كانت اصلا بتحبني علشان مثلا المكان اللي انا واصل لها، ان انا علشان ناجح، علشان الفلوس، علشان اي حاجه. واصلا الحب لما تيجي تسال حد تقول له انت بتحب فلان ليه، يقول لك علشان جسمها، علشان شكلها، علشان هي مثقفه، علشان هي معاها فلوس. الكلام ده حب مبني على شهوه، يعني اصلا ما ينفعش ان انت تقول عليه حب. الحب زي ما انا قلت لك في الاول، بس الحب ده مبني على شهوه. فالمهم اكتشفت ان هي بتحبني حب شهوه. فانت بالتالي لو حصل معاك الموقف اللي انا لسه حكيهولك ده، اللي هو اصلا ما حصلش معايا بس ده من تاليف خيالي، المهم لو حصل معاك نفس الموقف ده، فانت قدامك يبقى حل من الاتنين. الحل الاول بانك انت تقول للطرف التاني مع السلامه، روح شق طريقك انت لوحدك، انا لما دخلت في حياتك انت تعبتني نفسيا، انت خليتني اندم على حاجه انا اخترتها في حياتي، فمع السلامه روح شوف الشخص اللي يناسبك، وانا اروح اشوف الشخص اللي يناسبني. ده الحل الافضل ومفيش غيره. الحل التاني بانك انت ترضى وخلاص، كانك انت اتدبست، فاهمني؟ بس انت لما تيجي ترضى وتتدبس، فانت بالتالي هتلاقي قله تقدير وقله اهتمام مثلا من مراتك اللي انت كنت خاطبها في الاول، من مراتك. وبعدين هتتعود على كده، فانت هتلاقي حاجات سلبيه كتير في حياتك. ولما تبدا مثلا بنت تتعرف عليها في الشغل ولا في الشارع ولا في اي حاجه، وتبدا تدي لك الاهتمام والتقدير اللي انت كنت مديه لمراتك في فتره الخطوبه، فانت هتبدا تروح للبيت اللي اديت لك الاهتمام والتغيير والتقدير والكلام ده كله، وتبدا تحصل الخيانه. فبالتالي انا مش عايزك تعمل كده، وتبدا بقى تخش في دوامه كبيره، والدوامه دي كان اصلا بدايتها بانك انت اخترت اختيار وندمت عليه بعدين. فانت لما تيجي تختار حاجه، قبل ما تختار حاجه نفكر فيها انا اختارها ليه، طب ايه الحاجات اللي انا هكسبها وايه الحاجات اللي انا اخسرها، والحاجات اللي انا اكسبها هتفيدني في ايه، والحاجات اللي انا اخسرها هقدر استحملها ولا مش هقدر. فانت تفكر كويس قبل ما تختار حاجه، علشان لما تيجي تختار حاجه ما تندمش عليها بعدين. اظن المعلومه اللي انا كنت عايز اوصلها لك وصلت يعني بابسط الشكل. سلام.